سلام حبيباتي، أنا رجعت لكم اليوم بوصفة راهي دايرة ضجة في المواقع التواصل الاجتماعي. يعني حبيت نشريها ولقيت السمة تاعها لمن استطاع إليه سبيلا غالية بالبزاف، وش تاع المكونات تاعها متوفرة في الحوانت. حبيت نجربها في الدار ونشارك معكم الوصفة. عندي هنايا شوية تاع بيستاش، عندي قطايف محمصين شريتهم هكذايا، وعندي هنايا الحشوة تاع بيستاشو. وهادو العلب وحدة جاني فيها القطايف، والاخرى جاني فيها هذا البيستاش. درك رايحه نرحي هذا البيستاش في الروبو بهذه الطريقه كيما راكي تشاهدي. ودرك نجيب غيسيبيون ونحط حشوه الفستق. انا حبيت نبدا بهاد الحشوه باش نشوف الكميه تاع القطايف اللي رايحه نضيفها، وضفت عليه هذاك الفستق ولا البيستاش اللي رحيته، ونضيف القطايف كما قلت لكم انا شريتهم هكذايا محمصين. حبيتي تحمصيه في الدار، جيبي شويه تاع قطايف قطعيهم غير بالمقص، حطي مغرفه كبيره تاع زبده وحمصيهم في المقله. وهنا كيما راكي تلاحظي راني نضيف بشويه هادوك القطايف. انا ما حبيتهاش يعني تجيني ناشفه بزاف، خليتها هكاك شويه سايحه. هادوك العلب قطعتهم وتحصلت على هذا الشكل. درت فيهم شويه تاع شوكولاته بيضاء ذوبتها في الميكرووند. درك حطيتهم في المجمد. في جهه واحده اخرى ذوبت شوكولاته بالحليب فوق حمام مائي، وضفت لها برك مغرفه كبيره تاع الزيت. وهنا بعد ما جمدت لي هذيك الشوكولاته البيضاء، درك نحط شويه من هذيك الشوكولاته بالحليب، ونحي كامل هذيك الزياده، نخلي هذيك الطبقه ما تكونش يعني خشينه بزاف، بقيت يعني ما يتغطى لي برك هذاك المول. نحطها في المجمد. نفس الشيء بالنسبه لهذاك العلب صار كما قلت لكم. هذه وحده جاني فيها جاني فيها البيستاش، والاخرى جاني فيها القطايف. هذه قطعتها باش تحصلت على هذا الشكل. وهنا كي نحيتها في المجمد يعني الجوانب مخصوصين شويه شوكولا، دهنتهم برك بشويه بالبانسو حتى يتغطاو لي هذوك الجوانب مليح. عمرتهم بالحشوه اللي درناها، وزدت غطيتها بطبقه كما قلت لكم رقيقه تاع الشوكولاته بالحليب. نعاود نحطهم مره واحده اخرى في المجمد هكذاك 1 ل5 دقائق، ما يدوش بزاف الوقت. نفس الشيء بالنسبه لهاد العلبه الصغيره، كي يفوتوا ال5 دقائق في المجمد تنحيها وتتحصلي على شوكولاته تاع دبي خدمتيها غير في الدار. صح المكونات شويه غاليين، بصح خطره على خطره نقولش شويه روحتينا، ونديروا حاجه يحبوها اولادنا غير في الدار. جربوها البنات، راني متاكده باللي راح تعجبكم بالبزاف والله غير روعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.